بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم، معكم عصام من قناة محطة تعلم، وبإذن الله دي هتكون أول حلقة معانا في سلسلة شرح برنامج موهو. وبإذن الله هنبدأ بالتعرف على واجهة البرنامج وأدوات الرسم اللي هنستخدمها. نبدأ بالجزء اللي موجود على الشمال وهو عبارة عن الأدوات الخاصة بالبرنامج. وهنلاحظ إن الأدوات متقسمة معايا لأدوات الرسم، أدوات التلوين، أدوات التحكم في اللاyout، أدوات التحكم في الكاميرا، أدوات التحكم في بيئة العمل. أما بالنسبة للأذر فهي مجموعة من الأدوات اللي بنضيفها بشكل يدوي البرنامج بتسهل معانا أجزاء معينة في الشغل، وبإذن الله دي هنتكلم عنها بالتفصيل لما ندخل شوية في البرنامج. نيجي للجزء اللي موجود على اليمين وهنلاقي عندنا الستايل، وهو الجزء الخاص بتلوين الأشكال اللي احنا رسمناها. أما بالنسبة لللايرز فهي عبارة عن الطبقات اللي أنا برسم عليها الأشكال. نيجي لآخر حاجة موجودة معانا في واجهة البرنامج وهو التايم لاين، هو عبارة عن خط الزمن اللي أنا بحرك عليه الأشكال اللي أنا رسمتها عشان أعمل الأنيميشن بتاعي. طب يلا نسمي الله ونبدأ في أدوات الرسم. هنلاحظ في البداية إن معظم الأدوات اللي موجودة عندي هي أدوات باهتة، ما أقدرش أستخدم أي حاجة فيهم لأن أنا لسه ما رسمتش أي حاجة. فأول ما أبدأ أرسم أشكال هنلاحظ إن الأدوات بتبدأ تظهر معايا. أول أداة تيجي معانا وهي أد بوينتس، ودي بستخدمها عشان أرسم أشكال عن طريق إن أنا بضيف مجموعة من النقاط لحد ما أكون الشكل اللي أنا عايزه. بضغط وأسحب، هنلاحظ إن أنا بضيف نقاط. أهم حاجة عندي هنا لازم الشكل اللي أنا برسمه يكون مغلق، يعني هنا ما ينفعش الشكل يكون مفتوح بالشكل ده. الشكل لازم يكون مغلق عشان أقدر أعمل له تلوين وأتحكم فيه. فعشان أربط آخر نقطة أنا رسمتها بأول نقطة أنا كنت راسمها بضغط إنتر، هنلاحظ إن الشكل معايا قفل. نيجي للأوبشنز اللي موجودة معايا فوق، أول حاجة وهي أوتو ويلد. أوتو ويلد بتوفر معايا إن أنا أضغط إنتر من لوحة المفاتيح، بمعنى إن أنا دلوقتي وأنا برسم اوتو ويلد دي بتعمل لي ربط تلقائي بين اخر نقطه انا راسمها واول نقطه انا كنت راسمها. بمجرد ان انا اقرب النقطتين ببعض هلاحظ ان النقطه الاولانيه ظهر عندها لون اخضر، بمجرد ان انا اسيب ايدي من على الماوس هيحصل ربط تلقائي بين النقطتين بالشكل ده. بس عايزك تلاحظ معايا هنا ان لو النقطتين بعاد عن بعض مش هيحصل ربط تلقائي، يعني انا لو انا اخر نقطه موجوده معايا كده مش هيحصل ربط بين النقطتين. لازم تكون النقطه الاخيره قريبه من اول نقطه انا راسمها بالشكل ده. تمام، نيجي لتاني اوبشن موجود معايا وهو اوتو فيل واوتو ستوب. عايزك تفرق معايا بين لونين. تعالوا بس نرسم كده شكل في الاول. هنلاحظ ان الشكل موجود معايا مكون من لونين، لون الفيل وهو اللون الداخلي للشكل، ولون الستروك هو عباره عن لون الحدود او الحواف الخاصه بالشكل. هنلاحظ ان اللون الفيل عباره عن اللون البيج. لو جيت معايا للستايل هنا هتلاحظ ان فيه لونين، لون الفيل وهو اللون البيج ولون الستروك هو اللون الاسود، وبقدر اغير الالوان دي براحتي. ودي نقطه هنجيلها بالتفصيل باذن الله لما نيجي للستايل. تعالوا بس كده نمسح الاشكال اللي احنا رسمناها. تعالوا نفعل اختيار اوتو فيل. اوتو فيل معنى كده ان انا اول ما اكون شكل مغلق هياخد اللون التلقائي للون الفيل اللي موجود عندي وهو اللون البيج. زي ما لاحظنا اول ما ربط الشكل اتلون بشكل تلقائي. لو انا فعلت اوتو ستوك نفس الفكره، اول ما هكون شكل هياخد لون الستوك اللي موجود عندي هنا وهو اللون الاسود. تعالوا نرسم شكل تاني كده. هنلاحظ ان الشكل عندي هنا بقى مكون من لونين، لون الفيل ولون الستوك. ودول عايزك تركز فيهم معايا لان هم موجودين في معظم الادوات فمش عايزين كل شويه نكررهم. نيجي لاخر اختيار موجود معانا وده بقدر من خلاله ان انا ارسم النقاط بزاويه حد. هنلاحظ ان الزاويه بتاع النقاط اللي انا برسمها عباره عن زوايا حد. كده خلصنا اول اداه معانا وهي اداه اد بوينتس. نيجي لتاني اداه موجوده معانا وهي اداه سيلكت بوينتس، ودي من اسمها ان انا بستخدمها في تحديد النقاط. اقدر من خلال ان انا احدد مجموعه من النقاط. بس عايزك تلاحظ معايا الاول، لو انا مش مفعل اختيار لا صمود هلاحظ ان السلكشن بيكون عباره عن مستطيل او مربع، فما بيدينيش تحكم اكبر على النقط. فانا لو انا عايز احدد النقط بشكل ادق بفعل اختيار لا صمود، بقدر من خلاله ان انا احدد نقطتين او ثلاثه، او اضغط على الشكل كده فانا بحدد الشكل كله او احدد كل الاشكال اللي موجوده معايا. ومن الاختيارات اللي هنحتاجها من الاداه دي اول اختيار معانا سبليت. سبليت هو بيزود عدد النقاط المكون منها الشكل. دلوقتي هلاحظ ان انا عامل سيلكشن على الشكل ده، اول ما اضغط سبليت هلاحظ ان عدد النقاط المكون منها الشكل هيزيد، ولو انا ضغطت تاني عدد النقاط هيزيد اكتر. ولو انا عايز ارجع خطوه بضغط كنترول وزد، عايز ارجع تاني بضغط كنترول وزد تاني. تمام. اخر اوبشنين هنحتاجهم معانا في اداه سيلكت بوينتس، فليب هوريزونتال وفليب فيرتيكال. فليب هوريزونتال يعني انا بقلب الشكل على المحور اكس، بقلب الشكل يمين وشمال. دلوقتي انا محدد على الشكل ده. فليب فيرتيكال بقلب الشكل على المحور الراس فوق وتحت، وممكن اعمل سيلكشن على اكتر من شكل واعكس الاشكال دي على المحور الافقي او على المحور الراس.
وممكن أعمل سيلكشن على مجموعة من النقاط وأعمل نفس الفكرة. الفكرة دلوقتي إن أنا أكون عارف أنا باعمل سيلكشن على إيه بالظبط عشان أتحكم فيه. تالت أداة تيجي معانا وهي ترانسفورم بوينتس، ودي من اسمها إن أنا بحوك النقاط أو الأشكال اللي موجودة معايا. ممكن أحوك نقطة لو أنا بعد ما رسمت الشكل عايز أعدل عليه، أقدر أتحكم في النقاط ومكانها، أو ممكن أعمل سيلكشن على الشكل اللي موجود معايا مجرد ما أنا أضغط عليه ضغطة واحدة وأتحكم في مكانه. كده أنا بنقل الشكل معايا لأي حتة أنا عايزها. وممكن الأول أعمل سيلكشن على شكل أو اتنين، مفيش أي مشكلة خالص، وأقدر أتحكم في مكان الشكلين مع بعض. تمام. ممكن كمان أتحكم في حجم الشكل، إن أنا أول ما أضغط سيلكشن على الشكل، أنا عايزك تلاحظ معايا إن علامة الزائد اللي موجودة جنب الماوس دي معناها إن أنا هعمل تحريك للشكل من مكان لمكان تاني. لو أنا اتحركت بالماوس للمكان هنا هنلاحظ إن الاختصار اللي موجود جنب السهم معايا اتغير. العلامة دي معناها إن أنا أقدر أتحكم في حجم الشكل، ممكن أكبر حجم الشكل أو أصغره. وعايزك تاني تلاحظ معايا حاجة مهمة، إن أنا بعمل تكبير وتصغير للشكل بشكل منتظم. لو أنا دلوقتي عايز أفك الانتظام بتاع الشكل، ممكن أضغط على شيفت، بيديني تحكم أكتر في تكبير الشكل، ممكن أخلي العرض أكبر أو الطول أكبر هكذا. إنما أنا لو عايز أعمل تكبير منتظم بشيل إيدي من على الشيفت. تالت استخدام للأداة دي إن أنا بقدر من خلالها نعمل تدوير للشكل. بمجرد إن أنا أنقل السهم بتاعي هنا هنلاحظ إن الاختصار اللي جنب الماوس بقى سهم دائري، ده معناها إن أنا أقدر أعمل تدوير للشكل. وممكن أعمل تدوير بزوايا منتظمة عن طريق إن أنا أضغط على الشيفت. هلاحظ دلوقتي إن أنا وأنا بحرك الشكل بيكون بزوايا منتظمة. ولو أنا عايز أعمل تدوير بشكل حر بشيل إيدي من على الشيفت. أظن الفرق واضح. أما بالنسبة للأوبشنز اللي موجودة فوق، أول حاجة البوزيشن، فهو عبارة عن مكان الشكل. بالنسبة للمحور إكس، إن أنا لو أنا حركت بالبقوة بتاع الماوس هنا هلاحظ إن الشكل معايا بيتحرك يمين وشمال، وهلاحظ إن الشكل ده بيتحرك لأن أنا عامل سيلكشن للشكل ده. وممكن أعمل سيلكشن لأكتر من شكل زي ما قلنا قبل كده، وليكن أعمل سيلكشن للشكل ده. أنا كنت عامل سيلكشن، أنا ضغطت شيفت وضغطت على الشكل، فأنا كده عملت سيلكشن للشكلين. وأروح لأداة ترانسفورم بوينتس، كده بغير مكانهم بالنسبة للمحور واي فوق وتحت. أما بالنسبة للسكيل فهو العرض بتاع الشكل بالنسبة للمحور إكس، وبالنسبة للمحور واي اللي هو المحور الرأس، بمجرد إن أنا أقف وبتحرك بالبقرة بتاع الماوس. أما بالنسبة للأنجل فأنا بقدر من خلال إن أنا أغير زاوية الشكل. ممكن أعمل الزاوية وليكن 45، هنلاحظ إن الشكلين عندي لأن أنا أعمل لهم سيلكشن اتغيرت الزاوية الخاصة بيهم. طبعا كل الأوبشنز اللي موجودة معايا فوق دي أنا بقدر أتحكم فيها بالماوس، سواء إن أنا أعمل تغيير للزاوية أو إن أنا أكبر الشكل أو أصغره أو أنقله من مكان من غير ما أحتاج الاختيارات اللي موجودة هنا. رابع أداة تيجي معانا وهي الكيرفتشر، ودي بقدر من خلالها أتحكم في الزوايا الخاصة بالنقط. دلوقتي لو أنا عملت سيلكشن على النقطة دي واتحركت بالماوس هنلاحظ إن أنا كبرت الزاوية الخاصة بالنقطة. لو أنا عايز أصغر الزاوية بسحب الجنب التاني شمال، كده وصلت إن الزاوية اللي معايا بقت حد. يبقى يمين بكبر الزاوية الخاصة بالنقطة، لو اتحركت شمال كده بقلل الزاوية الخاصة بالنقطة لحد ما أوصل لزاوية حد. وأقدر أتحكم بشكل أكتر من خلال الهاندلز اللي موجودة معايا، بمجرد إن أنا أضغط عليها وأتحرك يمين وشمال كده بتحكم في الزاوية الخاصة بالنقطة. ولو أنا عايز أتحكم في جنب واحد من الهاندلز مش الجنبين بضغط على Alt. كده لاحظت الفرق معايا إن أنا بقيت بتحكم في جنب واحد من الهاندلز اللي موجودة معايا. أما بالنسبة للأوبشنز اللي موجودة معايا هنا فوق، دي بقدر من خلالها إن أنا أتحكم في الزاوية الخاصة بالنقط من خلال الأرقام اللي موجودة معايا، إن أنا أكبر الزاوية الخاصة بالنقطة أو أصغرها. أما بالنسبة للاختيارين اللي موجودين معايا، أول اختيار هيخلي لي الزاوية الخاصة بالنقطة اللي أنا محددها. أهم حاجة دلوقتي أكون عارف أنا عامل سيلكشن عليه، يبقى أنا عامل سيلكشن على النقطة دي، يبقى التحكم معايا هيكون على النقطة اللي أنا محددها لونها أحمر دي بس. أول ما أضغط عليها هيحول لي الزاوية الخاصة بالنقطة دي لزاوية حد. ولو أنا عايز أكبر الزاوية الخاصة بالنقطة دي بضغط على الاختيار التاني. يبقى الاختيار الأول هيخلي لي الزاوية اللي موجودة معايا زاوية حادة، الاختيار التاني هيكبر لي الزاوية الخاصة بالنقطة. أما بالنسبة للريست فأنا هنا لو أنا وليكن لعبت في الزاوية كده بتاع الشكل وعايز أرجع الزاوية لأصلها بضغط على ريست، هلاقيه رجع لي الزاوية الخاصة بالنقطة زي ما كانت في الأول. ولو أنا عايز أخفي الهاندلز اللي موجودة معايا هنا بضغط على الأوبشن هنا. تعالوا بس نمسح الأشكال دي، بعمل لها سيلكشن واضغط ديليت. خامس أداة تيجي معانا في أدوات الرسم وهي فري هاند،
ودي بقدر من خلال ان انا ارسم الشكل اللي انا عايزه على مره واحده. وليكن هرسم الشكل كده. انا دلوقتي ضغط بالماوس، اول ما اسيب ايدي وانا كده وقفت رسم. انا كده شلت ايدي فانا كده وقفت رسم خلاص. يبقى الاداه اللي موجوده معانا فيها إن اول ما ببدا رسم مش بشيل ايدي من على الماوس لحد ما اخلص الرسم اللي انا عايزه. تعالوا نشوف الاوبشنز الخاصه بالاداه دي. هنا اهم حاجات هتحتاجها هو الستارت والاند. الستارت هنا هو البدايه بتاع الستروك. يعني هنا الستروك معمول 20%. هتلاحظ ان الستروك هنا بادئ ضعيف، بادئ 20%. ممكن اكبر الستروك هنا. انا عايز الستروك بتاعي يبدا ب 100%. تعالوا نرسم شكل تاني. هنلاحظ ان الستروك هنا بادئ تخيل ومنتهي ب 20%. طب انا لا، عايز الستروك يبدا ب 100% وينتهي ب 100%. تعالوا نرسم شكل. تعالوا نشوف بدايه الستروك بادئ هنا كامل ومنتهي كامل. وهنا تقدر تتحكم في الارقام براحتك، شوف عايز الستروك يبدا بكام وينتهي بكام. تاني حاجه هنا مهمه معانا وهي السموزنج، وهي عباره عن الزاويه بتاع الخط اللي انت بترسمه. دلوقتي لو انا كبرت السموزنج هنا هنلاحظ ان الخط معايا هيكون سلس ومرن، هتبان اكتر في الشكل. تعال نرسم تاني عشان تبان اكتر. تعالوا نعمل سموزنج على اقل حاجه. هنلاقي الزاويه بتكون حاد زي ما برسم الشكل تماما بيطلع. اما لو زودت السموزنج هيكون بالشكل ده. يا رب يبقى الفرق واضح للعين. تعال نحذف الاشكال دي كلها. اما بالنسبه للاوبشنز اللي موجوده معايا فوق، اوتو فيل واوتو ستروك اكيد معروفه خلاص، اللون الداخلي للشكل واللون الحدود الخاص بالشكل. اما بالنسبه لاختيار مالتي ستروك فيل، فتعالوا كده نرسم شكل. انا المفروض دلوقتي ان انا رسمت الشكل عندي، الطبيعي ان انا لما ارسم شكل جديد يكون شكل منفصل. بس بعد ما افعل مالتي ستروك فيل هيعمل ربط تلقائي بين الشكل الجديد اللي انا برسمه والشكل القديم اللي كان مرسوم. هلاقي ربط الشكلين ببعض وكمل رسم، وهكذا. مهما كمل هيكمل رسم ويوصلهم ببعض. كده نكون خلصنا 5 اداه موجوده معانا. اخر اداه هنتكلم عنها في ادوات الرسم النهارده وهي اداه درو شيب، ودي بقدر من خلالها نرسم مجموعه من الاشكال الجاهزه. اوتو فيل واوتو ستروك خلاص مش محتاجين نقولهم اصلا. هنلاقي البرنامج عندي بيوفر مجموعه من الاشكال الجاهزه، على اعتبار مثلا انا عايز ارسم دايره دلوقتي، اكيد مش هقعد ارسمها كده. اكيد مش هقعد ارسمها بالشكل ده. هنا البرنامج بيوفر لي اشكال جاهزه ان انا ممكن ارسم دايره بالشكل ده او ارسم مستطيل. وفي كمان تعالوا نغير بس لونها. في مثلث، وفي نجم، وفي شكل السهم، وفي شكل حلزوني. اما بالنسبه للشكل الاخير اللي موجود معايا فهو عباره عن شبكه، فانا بحدد عدد المربعات بشكل طولي وعرضي. وليكن هنخليها هنا 2 ونخليها هنا 3 وابدا ارسم. هنلاقي عمل لي شبكه عباره عن مربعات 2 في 3. ممكن اخليها مثلا 4 في 5 ونغير هنا اللون. وممكن كمان نغير لون الستروك، نخليه اي لون بدل اللون الاسود. هنلاحظ ان هنا كون معايا شبكه 4 في 5. في كم ملحوظه سريعه بس عايزين نقولها. تعالوا بس نحذف الاشكال دي كلها. انا دلوقتي وانا برسم دايره هنلاحظ ان الدايره اللي موجوده معايا مش منتظمه. لو انا عايز ارسم دايره منتظمه هضغط على الشيفت وانا لسه ضاغط على الماوس. هنلاحظ ان الدايره اللي بقت موجوده معايا دايره منتظمه. طب في حاجه تاني، لو انا عايز ارسم دايره، تعالوا نحذف الدايره دي. لو انا عايز ارسم دايره المركز بتاع الدايره يكون هنا، هضغط على الت وشيفت. هلاحظ ان المركز بتاع الدايره بدأ من مكان السهم اللي انا كنت واقف فيه. يبقى شيفت بس هيرسم لي دايره منتظمه، ولو ضغطت الت هيخلي المركز بتاع الدايره في نفس المكان اللي الماوس كان موجود فيه. اظن الفرق واضح. نفس الفكره بالنسبه للمستطيل. انا دلوقتي برسم مستطيل، لو انا عايز ارسم مربع منتظم هضغط على الشيفت. نفس الفكره. كده نكون خلصنا اول واهم 5 ادوات موجودين معانا في ادوات الرسم، وباذن الله الحلقه الجايه هنخلص ادوات الرسم الباقيه كلها. ولو في اي حاجه مش واضحه فانا معاكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.